عالمية، كواليس حصرية ولقاءات من داخل الملعب ننفرد بها. استاد كورة اف ام. استاد كورة اف ام عالمية وثمانية. استاد كورة اف ام يكشف حتى ثانية. استاد كورة اف ام ثانية. استاد كورة اف ام. استاد كورة اف ام. طعم الجبنة الأصلي، الجبنة الأصلي، طعم الجبنة الأصلي. عبولاند، طعم الجبنة الأصلي. انتوا لسه بتسمعوا استاد كورة اف ام مع كريم حسن شحاتة. استاد كورة اف تعادل سلبي 0-0 بين سموحه واسوان في الشوط الاول. كنا متوقعين اداء افضل من كده بالنسبه لنادي سموحه، ولكن ممكن هم ماسكين الكره في رجليهم مستحوذين، ولكن بدون خطوره تماما على مرمى نادي اسوان. خلينا نروح للكابتن سامي الشيشيني والكابتن شادي محمد ونعرف رايهم في الشوط الاول وتعادل سلبي 0-0. كابتن شادي. سموحة على عكس المتوقع، احنا توقعنا قبل المباراة قلنا هيكسب 2-0 عشان في فروق فنية عالية جدا. المفروض أسوان لما نبص في ترتيبه في الجدول بيعاني بشكل كبير جدا وما عندوش مجموعة اللعيبة زي السنة اللي فاتت، وهرجع أكرر نفس الجملة اللي هي تخرجوا من الموقف اللي هو فيه. لكن فاجئني النهاردة أسوان للأمانة بيدافع كويس جدا، منظم في الدفاع، الخطوط متقاربة ممكن على سموحة. خلينا نتكلم كمان على سموحة فنيا. سموحة عنده زيادة عددية كبيرة جدا في وسط الملعب. يعني نيجي نتكلم بص مين في وسط الملعب: أحمد حمص، عمرو المنوفي، محمود السيد، أحمد تمساح. هتقول لي ما ده الطبيعي اللي بيلعبوا، لكن الترتيبة مع بعض فيها خلل. زي ما اتكلمنا على الاتحاد السكندري امبارح لما اتكلمنا على اللي في وسط الملعب، في كابونجا وفي نور السيد وفي محمد عادل. الثلاثة بيلعبوا مع بعض ما بيدوش الانتاج او المردود اللي احنا بنستناه. ما فيش واحد فيهم اللي بيعمل الزياده العدديه، لكن الثلاثه واقفين. بيبقى كويس جدا لما محمود السيد بيجي من ناحيه اليمين يا كريم. النهارده انا بشوفه في وسط الملعب واقف جنب المنوفي، بيجي من ناحيه الشمال على عكس اللي هو المكان اللي بيتالق منه. ولما بيروح ناحيه اليمين معاه رجب بكار لعيب سريع. اللعيبه مثلا بيدخل بيضم لجوه وبينطلق رجب بكار ناحيه اليمين، بتاخد عين المدافع فبتعمل جبهه. الناحيه الثانيه ناحيه الشمال ايمن اشرف بيكمل وجات له اكتر من كوره بمجهود فردي الصراحه، بس لو كان اتقن التسديده كانت هتبقى كويسه جدا. لكن مفيش خلق الفرص اللي نادي سموحه وبصراحه الامانه التكتل الدفاعي اللي عامله اسوان المنظم هو اللي ساعد في الكلام دوت. الشكل الهجومي مش موجود لنادي سموحه. لكن انا هتكلم على فكره نوعيه اللعيبه اللي بتلعب مع بعض. خلي بالك انت بتتكلم على احمد رؤوف قدام، احنا نسينا واحد كمان بيعمل التكمله من تحت من خلف الامام اللي هو حسام حسن. يعني بتتكلم في 5 في وسط الملعب في الاساس. فين اللعيب المهاري اللي هو نوعيه؟ انا مش هتكلم بقى، انا مش هتدخل في تشكيل، بس اقصد في التشكيله تمساح بيلعب الدور ده. نوعيه مثلا هاني يلعب على الكوره ويعمل التكمله ويمول ويطلع الاطراف ويمول الخط الهجومي. سموحه ناقصه دي الخمسه كتير في وسط الملعب. الخمسه مش خليني اقول لك ده كان وارد جدا في بدايه المباراه. اول هجمه في اول دقيقتين كان اسوان هيجيب جول. محمد خليفه الكره طلعت فوق العارضه. انفراد تماما، انفراد تماما. ده في البدايه كان هيخطف سموحه، وبعد كده رجع بيلعب. انا عاجبني السيستم اللي بيلعب بيه اسوان النهارده، مضيق المساحات بشكل كبير جدا. لكن السبب في الشكل العام لسموحه النهارده واللي احنا شفناه اللي مفيش فرص كتير جدا، الزياده العدديه اللي في وسط الملعب اللي الناس قافله على بعض في سموحه. طبعا مع المنوفي بيوزع كويس. خليني اكلمك بصراحه، لعيب كويس وبيوزع كويس، لكن بيهدي رتم المباراه. سموحه عايز يسرع من الرتم، مش عايز يقلل. في مباراه بحتاجها مع نادي الزمالك او النادي الاهلي، محتاج ان انا اهدى على الكوره، يبقى عندي تقل على الكوره، يبقى بنقل الكوره من لمسه ولعبه او انظم اللعب في وسط الملعب نوعيه نور السيد كده. تمام. فبالتالي عمرو منوفي اوكي. لكن في مباراه زي اسوان انا عايز الريتم يبقى سريع عشان اقدر اخترق بسرعه، عشان اقدر اخرج امكانيات تمساح اللي هو سريع بالكوره. فبالتالي التكتل العددي لما بنقل الكوره بالراحه وبهدوء وبسلاسه يكون اسوان نظم صفوف خلاص. يكون اسوان نظم صفوف. هو ده اللي انا عايز اوصله.
جبنة الأصلي. أقوى الاستوديوهات التحليلية يعود إليكم لتعود متعة التحليل الرياضي. استاد كورة اف ام. النهارده ماتشات الدوري المصري ان شاء الله، سموحه واسوان، وخلصنا الشوط الاول والتعادل السلبي 0-0. الساعه المصري والمقاولين العرب في استاد برج العرب نفس الملعب، ماتش برضه قوي النهارده ان شاء الله نستمتع بيه. والساعه 8:30 لقاء الزمالك والمقاولين. بكره باذن الله في برضه 3 لقاءات او 4 لقاءات بكره في بطوله الدوري وختام الاسبوع ال11. بكره الاسماعيلي مع طنطا في استاد اسماعيليه، امبي والداخليه في استاد بيترو سبورت الساعه 5، وفي نفس التوقيت الساعه 5 طلائع الجيش والانتاج الحربي، والساعه 8 لقاء النصر التعدين والاهلي ان شاء الله. كابتن سامي الشيشيني الشوط الاول بدون اهداف بدون فرص، سيطره من نادي سموحه، ولكن التلت اللي هو التلت الدفاعي لنادي سموحه، النادي اسوان، سموحه مش قادرين تخترق، مش قادرين يوصلوا لمرمى حارس مرمى اسوان عصام سعد. على فكره ده مش عشان سوء سموحه، لا عشان التمركز الجاي بتاع فريق اسوان النهارده بيلعب بطريقه، يعني معظم خط الدفاع النهارده، انا النهارده ما شفت معاذ الحناوي استغربت ان معاذ كان قاعد ليه. معاذ الحناوي ده كان لعيب نادي الاهلي وبعدين لعب بالمقصه وجاله اصابه بتاعه والجيش، فلعيب من المساكين الكويسين قوي. النهارده حطوه جنب محمد جبر، يعني جبر ده كان معانا في الاتصالات لعيب كويس وكان بيلعب في حرس الحدود وجاي اسوان. الاثنين النهارده اول مره يلعبوا مع بعض. خط دفاع اسوان كان بيبقى فيه حماده السيد وباسم عيد. النهارده رجع شريد قناوي بعد ما كان بيلعبوا نص ملعب، النهارده رجعه باك ليفت. النهارده سليم عبد الخالق بعد ما كان حد سيد شبراوي وسليم قدامه، لا بيلعب بسليم باك يمين. فالنهارده عامل خط دفاع كويس قوي، بيلعب باثنين قدامه معتز بالله واحمد عفيفي، مع نزول محمد فوزي وخليفه وعمر بسام وجيروم اوي، يعني بيلعبوا بس محطه على محمد بسام. فالنهارده مقفلين المساحات بشكل كبير جدا. يعني النهارده في مشكله في خط هجوم فرقه سموحه. النهارده بيلعب باحمد رؤوف والباقي بيجي من تحت. النهارده احمد رؤوف متسلم كويس قوي الاثنين، متسلم قوي. لما بيستلم جبر بيبقى عامل وراه تغطيه معاذ الحناوي، لما يروح ناحيه الشمال يستلم معاذ وجبر اللي يغطي عليه مع الضم طبعا الاطراف سواء من اليمين او من الشمال. فالنهارده ماسكين كل خطوط فرقه حافظينها زي ما بيقول، مش عشان سموحه وحش، لكن هو اللي فرض اسلوبه او فرض الدفاع بتاعه اسوان، فمخلي سموحه وحش. النهارده سموحه بيلعب ب4 مهاجمين، يعني بيلعب النهارده بتلعب محمود سيد بيزيد مع تمساح مع رؤوف مع حسام حسن، لكن ما حسناش بحد فيهم. الوحيده الفرصه اللي جت اتلعبت تبريره بينيه من ناحيه اليمين، احمد حمص حطها، رجب بكار حطها دخل بالراس رؤوف، لكن برده كان داخل معاه معاذ الحناوي وداخل معاه جبر فحطها بدماغه في نص المرمى. فبالتالي النهارده لا مش دي سموحه. يعني سموحه بالنسبه لقدراته الهجوميه ما ادجلهاش غير فرصه وحيده وما تعتبرش فرصه بالدقيقه 36 بس طول الشوط الاول، برغم ان احنا كنا متوقعين ان ممكن تبقى نتيجه افضل من كده. انا شايف النهارده لا مفر من نزول باولو، لازم ينزل فيرو التاني جنب باولو، ينزلوا 2 فراوده، العب ب2، لان انت في المساحات الضيقه لازم يبقى عندك ناس جوه ال 18 كتير، وبدل ما يبقى عندك محطه بتشتغل عليها لا يبقى عندك محطتين تخفف على رؤوف، بدل ما يتمسك من 2 يبقى في 2 على 2 على 2 دي 2 فراوده على 2 مساكين، يبقى في حظوظ مع الزياده من تحت. انا شايف اقربهم للخروج حسام حسن، وعندي مش محتاج محمود السيد نازل مكانه اسلام محارب، والعب 2 وسط ملعب احمد حمص وعمرو المنوفي، دول 2 ثابتين قدام الاثنين المساكين، والعب ب4 2 تحت 2. فالنهارده شاف احمد رؤوف يخش مع باولو، شاف اسلام محارب ينزل مع تمساح ويلعبوا الاثنين دول من تحت 2 الفراوده. فبالتالي لحظه الهجوم لو من ناحيه اليمين ممكن تلاقي 4 جوه ال 18، لو واحد من تحت الفرو بيزيد يبقى في 3 جوه ال 18، يعني هتلاقي عدد كتير. لكن دلوقتي انت ما بتلعبش غير برؤوف بس، وعلى فترات بيخش من تحتيه حسام حسن. فلكن انا شايف باولو ما تستناش للشوط الثاني، يعني لازم بين الشوطين على طول يكون باولو نازل. العب انا وهو ورؤوف، لان فرقه عصام ما بتهاجمش. طلع مين؟ ما انا اطلع حسام حسن، وبعد واطلع 2 فرق ثابت جوه 18 ثابت، مش هنزل حد من تحت، العب برؤوف وباولو جوه 18 2 ثابتين، وانزل اسلام محارب من طرف وانزل احمد تمساح من طرف، والعب الاثنين من تحت الفراوده ملعب بس. بدل ما محمود سيد ما عنده قدرات دفاعيه، لا مش عايز منه قدرات دفاعيه، اطلعه وانزل واحد عنده قدرات هجوميه سواء ميكي او اسلام محارب. لكن انا لغايه دلوقتي لا، المساكين بتوع فرقه اسوان لا مقفلينها على انا ما شفتش رؤوف، ما شفتش حسام حسن، ما شفتش اي حد. لكن لما بنزل باولو هيبقى في 2 جوه ال 18، يبقى العرضيات موجودين جوه ال 18. اسوان ماشيين كويس بطريقتها هايل، هي مش محتاج انه يغير، هو الراجل مقفل بشكل كويس قوي. يعني النهارده عشان تغير هغير ليه؟ كابتن عادل بشكل كويس قوي، كابتن عادل عبد الحميد المدير الفني هايل النهارده تكتيكيا بالنسبه للفرقه بتاعته، مقفل بشكل كبير، مش مدي حلول لفرقه سموحه تمام، مجرد ما تقطع بينزل نص ملعب.
عندك يجي 8 على خط ال 18 او 9 ما بيدوش فرصه تشتغل في المساحات الضيقه. حتى العرضيات بنزل لهم اطراف، يعني بينزل محمد فوزي ناحيه اليمين وبينزل محمد خليفه ناحيه الشمال، يبقى 4 4 2 وساعات كمان ب 4 4 5 1 اللي هو لو نزل بينزل مع جيرو مويه من تحت عمر بسام يلعب محطه واحده. فعشان كده بقول لك لا، سموحه لازم بين شوطين ينزل باولو جنب احمد رؤوف. استاد كرة FM على 108. استاد كرة FM يكشن حطة تانية. استاد كرة FM استاد كرة FM. استاد كرة طيب كابتن شادي محمد، سموحه انتوا اتكلمتوا في تغييرات. كابتن سامي الشيشيني قال لازم يلعب باثنين فراوده جوه ال 18، ان فريق نادي اسوان عامل تكتل دفاعي كويس جدا في الثلث الاخير في نص ملعبه، ومقفل تماما على كل محاور الهجوم سواء الاطراف او حتى العمق بالنسبه لنادي سموحه. هل كابتن حلمي هيستجيب للتغييرات دي دلوقتي، ولا هيأخر التغييرات شويه، يعني مش هتبقى في اول الشوط الثاني؟ المشكله عند سموحه في الكره مطروحه على الاطراف بيبقى واحد بس جوه الصندوق. فين في الخمسه اللي في وسط الملعب على الاقل يبقى في تحركات قطريه. لما بنتكلم يا جماعه الناس اللي بتنتقد احيانا مؤمن زكريا، انا قلت لكم ايه قبل كده؟ اللعيب الوحيد في مصر اللي بيعمل الزياده العاديه بيبقى جوه الصندوق، عشان كده بتجيله فرص كتير بيضيع او بيجيب، مش مشكلته. فبتلاقي التكمله العدديه. النهارده الكوره جايه بالعرض الاقي واحد لوحده، فين الزياده؟ فين الزياده العدديه الهجوميه؟ ادي دي واحده. التكتل ده من وجهه نظري لازم اغير في طريقه اللعب بقى. مش حسام باولو بس اللي ينزل، لازم الاثنين اللي هو سواء احمد تمساح او محمود السيد، واحد يفتح على اخر الخط ناحيه واحد ناحيه اليمين وواحد ناحيه الشمال، افتح عرض الملعب. لما افتح عرض الملعب هيتخلق لي مساحات في العمق، مع التكمله بقى اللي هيجي من تحت. سواء حسام حسن هيبقى جوه الصندوق، نزل حسام باولو يبقى في تكمله. لكن انا اقصده يا كريم، مثلا لو نتكلم من ناحيه الشمال هيجي تمساح وفاتح الملعب، هيعمل معاه اوفرلاب. انا بشرح لك الموقف اللي انا بفكر فيه، وانت فاتح الملعب لو عمل معاه ايمن اشرف اوفرلاب ولا اخد عين مدافع ودخل لجوه، لازم محمود السيد وحسام حسن واحمد رؤوف الثلاثه جوه الصندوق، بس بالترتيب مين هيقطع على الاولى ومين في النص ومين اللي هيروح على البعيد. ودايما بنتكلم البعيد خالص ابعد واحد هو اللي يقطع على الاولى عشان تخطف عين المدافع. لكن انا النهارده في التكتل دوت عمال مصمم اللي انا انقل في العمق. طب خلاص مش هتعرف تخترق. الكابتن اتكلم على لعيب كويس جدا، هو مصاب ما نعرفش ظروفه ما بيلعبش ليه، بس انا عجبني في لقطه كره القدم جزء منها كبير الكلام اللي انت ممكن هو مش شايف، مجرد ما تتكلم معاه تمنع فرصه هدف. معاذ الحنان النهارده انا شفته في اكتر من لعبه عمال يتكلم مع كل زمايله بكل قوه، عمال يوجه. عجبني جدا بصراحه. لما تتكلم يبقى عندك انضباط دفاعي، يبقى زميلك عمره ما يغلط طول ما بتتكلموا مع بعض عشان تقفلوا المساحات البسيطه. طيب خلينا نروح لرسائل مستمعينا وتوقعاتهم لماتشات النهارده سريعا كده عشان الشوط الثاني هيقرب يبدا. سعيد الكريز بيقول السلام عليكم كابتن كريم، وتحياتي للكابتن خلوق كابتن سامي وكابتن الاهلي شادي محمد. فوز سموحه وفوز دجله وفوز الزمالك. فواكه البحر بقت لي رساله بيقول لي تعادل المصري وفوز سموحه وفوز الزمالك. بعت لنا سرفيزين. عمر زنجابو بيقول لي فوز سموحه على اسوان 1-0 وتعادل المصري ودجله 1-1 وفوز الزمالك على المقاولين 2-2. مصطفى رمضان بيقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، توقعاتي المقاولين 1-0. محمد رجب بيقول 2-1 لسموحه والمصري هيتعادل و1-0 للمقاولين على الزمالك. خالد الشهابي تحياتي ليك كابتن كريم والكابتن سامي والكابتن شادي، فوز سموحه 2-0 وفوز دجله على المصري 2-1 وفوز الزمالك على المقاولين 3-1. اسلام حبيبي يا كابتن كريم، وسلم لي سلام كبير للكابتن شادي وكابتن سامي الشيشيني. ده اسلام شحته. عمرو الغول بيقول مين ده يا كابتن كريم؟ ده شادي محمد بعت لي الصوره وانت واقف حارس مرمى في ماتش المقاولين. تصدق انت يعني مش حلو. ضي القمر بعت لي رساله بتقول لي اخبار ايه الاخبار ايه عن اصابه مصطفى فتحي؟ الحمد لله مصطفى فتحي عمل كشف في المانيا وما فيش عمليه جراحيه، 10 ايام اسبوع كده ويرجع تاني. هو رجع مصر امبارح من المانيا. رأفت المصري بيقول بتوقع ما بتقراش رسايلي. يبقى ايه ده؟ والله يا رأفت انا عايز اقول لك حاجه، بيبقى في رسائل كتير جدا ويعني بحاول اقرا اكبر كم يعني. ضي القمر برضو بعتها بتقول فوز سموحه 2-0 وفوز المصري 2-0 وخساره الزمالك 1-0.
طيب الماتش هيبدا. طيب خلينا نروح لاستاد برج العرب. كابتن سامي شيشيني قال 2-0 لسموحه قبل المباراه، وكابتن شادي محمد نفس القصه. في توقعاتهم في اوشن روان؟ لا مفيش. خلينا نروح للكابتن سيد الثعلبي معلقنا الجميل ونتابع مع احداث الشوط الثاني. لقاء سموحه واسوان الشوط الاول كان 0-0. طعم الجبنة الأصلي، الجبنة الأصلي، طعم الجبنة الأصلي. عبور طعم الجبنة الأصلي. مستمعينا الكرام، مرة تانية لكم تحياتي وأراكم أمنياتي سيد الثعلبي، وعودة لحضراتكم إن شاء الله مع أحداث الشوط الثاني من لقاء سموحة وفريق نادي أسوان في المباراة اللي انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين. عايز أقول لحضراتكم من طبعا الشوط الأول زي ما تابعتم الاستوديو التحليلي قال كابتن كريم وكابتن سامي وكابتن شيني ان اللقاء كان بين الفريقين سجال، واسوان عمل جيم كويس وعمل شغل كويس، انما في تبديل هقول لحضراتكم عليه وارجع لكم مره ثانيه. رقم 9 في فريق سموحه شارك احمد حسن مكي، وشارك